زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع. طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي اللي هو المقدم. سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. هيقسموا على دفعتين. الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي ال10 أو ال15 مليار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة شركة أبو ظبي القبض عن جزء من الودائع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. احنا عندنا ودائع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات، فهنستخدم في الدفعة الأولى 5 منهم هيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع. وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى. بعدها بشهرين 20 مليار، عبارة عن 14 مليار سيولة هتأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو ال6. يبقى احنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية، بالإضافة لل11 مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا هيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، والبنك المركزي بيتحصل عليهم، والمبلغ المعادل بالمصري هتستخدمه الشركة في تنمية المشروع، وبالتالي ده هيبقى استثمار. من الوارد ان حضراتكم تسألوا طب ال11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد، لكن لا، دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيهم. الأهم دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر، فبالتالي يبقى معنى كده ان المبلغ ده كله هينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها. يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار هيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم إن شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة. بالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحناه بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة، ولكن الدولة المصرية ليها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر. لكن هناك شق مهم جدا آخر، إن بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه إنه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع. وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه. معناها إن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فورا ب35 مليار دولار أمريكي بيدخلوا الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. وأنا بقولها وبأكدها، من النادر أن نلاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل، وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود للقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع. بالإضافة إلى كده إحنا بنضمن استثمارات أجنبية هتظل طوال مدة المشروع بتدخل. الأهم عشان ده يمكن دايما هيبقى لسان حال الناس، طب بالإضافة لكل ده وفهمنا إن الفلوس دي هتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية إن شاء الله وتساعد في حل الأزمة، طب إيه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها إن كل الاستثمارات اللي هتضخ هتتحول للجنيه المصري، ومين اللي هيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والتطوير العقاري
والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر، المصانع المصرية اللي هتبقى هي المكلفة إنها توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع، وأيضا تشغيله بعد ما هيبدأ إن هو يتنمى. فبالتالي إحنا بنتكلم بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل اللي هتتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري ولكل الفئات، وأيضا شركات المقاولات والقطاع والاقتصاد المصري هيكون بيستفيد بصورة كبيرة جدا من هذا المشروع العملاق إن شاء الله، اللي هو بيحمل كل الخير لمصر. وزي ما قلت لحضراتكم، لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن 8 إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح. وبالتالي المستهدف إن احنا بنتكلم ونحلم إن مصر يبقى فيها 40 و50 مليون سائح من خلال هذه النوعية من المشروعات، فعلا هنكون قادرين على تطبيقه. أنا حبيت أدي لحضراتكم هذه الرؤية الكاملة لهذا المشروع العملاق